من الاخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. فجأة دخل الزمالك طرف في القضية بتاعت ماتش القمة. اللي قدم الشكوى كان النادي الاهلي، واللي اعترض او اللي ترك الملعب او اللي ما راحش كان النادي الاهلي. وبالتالي الاهلي مع اتحاد الكورة مع الرابطة هم اطراف هذه القضية، ورفض الاهلي المشاركه في هذه المباراه. لكن فجاه الزمالك دخل طرف في المباراه. مش بس دخل طرف، ده كمان الزمالك بعد 5 6 ايام من شكوى الاهلي وكل التصريحات اللي طلعت في الفتره الاخيره من اللجنه الاولمبيه، الزمالك بيدخل بيبطل كمان احقيه اللجنه الاولمبيه في الفصل في هذه القضيه. ده الجواب اللي بعته نادي الزمالك للجنه الاولمبيه. بيقول لهم طبعا الزمالك عمل بيان انه متداخل في هذه الازمه، وقال انه طرف اصيل في الشكوى بتاعه الاهلي، وسمى الاهلي حتى النادي الاهلي للالعاب البدنيه او الرياضات البدنيه، معرفش ليه. وقال ان هو طرف اصيل، وقال ان الزمالك قال ان هو صاحب مصلحه مباشره، وارفق مذكره قانونيه، وبعت خطابين للاتحاد المصري لكرة القدم ولرابطة الأندية المصرية. بص يا سيدي، وبيعترض على الفقرة الأخيرة في الخطابات دي اللي تضمنها إعلان العقوبات بتاع الأسبوع الأخير للدوري أو الجولة ال18، واللي تضمن فيها آخر 3 4 كلمات إن اللجنة الأولمبية اللي هتحكم وتفصل في هذه القضية. كان الرابطة اعلنت ان الزمالك كسبان 3-0 وفي 3 نقاط هيتخصموا من الاهلي في نهاية الموسم. لما الموضوع راح اللجنة الأولمبية وبدأ يتردد ان الاهلي تقدم بمستندات جديدة، وبدأت الناس تحس ان الموضوع رايح في سكة الاهلي، بص الزمالك بقى قال لك ان هو متداخل في القضية وصاحب مصلحة أصيلة ومباشرة في التدخل في الشكوى، وطلب كمان قال من الناحية القانونية والموضوعية. بص بقى، خلو لائحة إدارة المسابقات أو لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم من عقد أي اختصاص للجنة الأولمبية المصرية للفصل في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالعقوبات الصادرة من لجنة المسابقات لرابطة الأندية. يعني عليها اللوائح بتاعة اتحاد الكورة أو بتاعة الرابطة، ما فيهاش حاجة تقول لما نختلف نحتكم للجنة الأولمبية. ده قصده يعني. قال لك عدم ولاية أو اختصاص اللجنة الأولمبية بنظر شكوى النادي الأهلي، عدم قانونية اللجوء للجنة فض المنازعات المشكلة باللجنة الأولمبية بموجب المادة 2/54، فإن شروط انطباقها غير متوفرة بهذا النزاع. صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من الاتحاد المصري لكرة القدم، ده فل الاتحاد طبعا يعني طفش الأهلي في الماتش ده. بشأن طلب رابطة الأندية المصرية إنها تجيب حكام أجانب، قال لك الاتحاد ما عملش حاجة غلط. قال لك إن لوائح الاتحاد الدولي كمان بتمنع تمنع التدخل من اي طرف خارجي في القرارات التنظيميه او الفنيه لاداره اللعبه، وضروره الانصياع للوائح المنظمه للبطولات المحليه ولوائح الاتحادات الوطنيه. ادي ملخص الجوابات اللي بعتها نادي الزمالك وطلبات التدخل في هذه القضيه. طبعا خلو اللائحه المسابقات من اي شيء خاص باللجنه الاولمبيه، مفيش لائحه مسابقات في اي اتحاد في اي حته في الدنيا فيها بند زي ده، لان تدخل اللجنه الاولمبيه بصفتها هي المظله اللي تحتها كل الاتحادات ده تدخل طبيعي وواجب. وان كنت انا شخصيا اساسا يعني فوجئت بهذا التدخل، لان احنا من ساعه ما لغوا المحكمه الرياضيه اللي كانت موجوده في اللجنه الاولمبيه القديمه بتاعه هشام حطب دي ما كانش في اي تدخل. فجاه ظهرت اللجنه الاولمبيه في القضيه دي. الموضوع كله بقى كل طرف عايز ياخد يعني اكبر يعني زي ما مكاسب ممكنه، والاهلي عايز يلغي قرار احتسابه خسران ويعيد الماتش. الزمالك عايز يحسب ان هو كسبان، وكل اداره في الناديين عايزه تحمي نفسها. ما تنسوش دي.
ان انت تقاعست ولا ما تقاعستش، حتى لو حمايه معنويه قدام جمهورهم. الاهلي عايز يحمي نفسه قدام جمهوره، لانه لو طبق الست نقاط او ثلاثه حتى منهم مشكله عند الجمهور. لو الاهلي خسر الدوري هتبقى مشكله كبيره للمجلس. والزمالك لو اللجنه الاولمبيه حكمت باعاده المباراه يبقى الزمالك عمل اللي عليه وقاوم وواجه واعترض، وفي الاخر الحكم مش معاه. فكل كمان مجلس عايز يحمي نفسه، خصوصا بعد تصريح الدكتور اشرف صبحي لما قال لك ايه في تصريحات اذاعيه امبارح. قال كل نادي يتحمل نتيجه شغله او اهدار مال عامه. ده اللي قاله وزير الشباب والرياضه، وقال انه لازم تطبق اللوائح في كل الاحوال، في تلميح ان ممكن اللجنه الاولمبيه تعمل ايه؟ تحتسب النتيجه زي ما هي، زي ما قالت الرابطه، الزمالك يكسب. وكمان الدكتور اشرف صبحي قال جمله مهمه جدا، قال لك ان اللجنه الاولمبيه نفسها مش هتحكم وتقول راي، ده اللجنه الاولمبيه هتحكم تقول اللوائح طبقت ولا لا. يعني هل اللائحه تسمح بفوز الزمالك وترفض اعتراض الاهلي ولا لا؟ يعني هم مش هيحكموا تحكم فني، يعني مش هيقعد مع نفسه كده ياسر ادريس والرجاله اللي معاه رئيس اللجنه الاولمبيه واللجنه اللي معاه دي اللي ظهرت فجاه اسمها لجنه الانديه والمنازعات حاجه كده، يعني هيقول والله ده يعني الاهلي كان في التلفزيون قال، فالرابطه قالت اوكي، اتحاد الكوره تقاعس، لا يبقى كده الاهلي برده معاه شويه حق فنخلينا 3 نقط وبلاش بتوع اخر الموسم. لا، مش من حقه يعمل كده. هو من حقه يبص على الورق واللوائح. هل اتحاد الكوره نفذ لوائحه؟ هل الرابطه نفذت لوائحها؟ هل الاهلي نفذ اللوائح؟ هل الزمالك نفذ اللوائح ولا لا؟ اي حد ما نفذش اي بند في اللوائح هيقول لا ده دي مش نفذتش، كان لازم يحصل كذا كذا، يبقى نعيد الماتش او نحتسب الزمالك كسبان بس من غير ما نخصم من الاهلي 3 نقط، او احط 13 او زي ما انت عايز. احلى حاجه ان الزمالك بيقول لك هو اتحاد الكوره ما غلطش في حاجه، اتحاد الكوره ما جابش حكام اجانب، هو ما غلطش عادي. الزمالك نفسه وبلسان احمد حسام ميدو اللي كان في مؤتمر صحفي قبل الماتش ب4 5 ايام بينتقد جدا الحكام المصريين، طلع قال لك هو الزمالك اصلا هو صاحب الماتش ما طلبش حكام اجانب. هو مين قال ان الماتش ده اتحكم بحكام اجانب اصلا؟ ايه بجد؟ قال لك ده احنا الماتش اللي قبليه بتاع الاهلي الحكم الاجنبي ظلمنا فقررنا ما نجيبش حكم اجنبي الماتش ده، عايزين حكام مصريين. ده بعد جديد في القضيه والله. طبعا على راي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه امبارح لما اتسال عن وسط الكوره قال لك ده هيصه. ده الوزير اللي قال وصف الوسط الكوره ان هو ايه؟ هيصه. خالد بيبو نجم النادي الاهلي كان ليه تصريح مهم، قال لك ايه؟ قال لك والله يا سيدي الاهلي ده ما غلطش وما انسحبش، وكل الحكايه ان هو بيدور على العداله فقط، فخد هذا الموقف. هو البحث عن العداله مش معناها انك تترك الملعب، البحث عن العداله انك تاخده بالشكل السليم. يبقى الاهلي ما سابش الماتش عشان العداله، هو ساب الماتش علشان خاطر كان في اعلان رسمي انه بحكام اجانب. محدش قال ان محمود بسيوني مش هيبقى عادل، محدش قال ان محمود بسيوني مش هيبقى عادل، ده حاجه كده احنا بنتوقعها بنتكهنها مثلا، محدش قال كده. ماتش ما اتلعبش ولقيناه مش عادل وبعدين بننتقده، لا محدش قال. لكن المفترض انه كان يجي حكم اجنبي، لان الرابطه قالت كده، حقها حق الاهلي يقول لك يا جماعه ازاي الرابطه تقول وانتوا ما تجيبوش برضه بتعندوني، ويا سيدي نفسيا بيرتاح مع الحكام، ده حاجه موضوع تاني. لكن العداله مش معناه انك تنسحب اصلا من المباراه، لان دي هتبقى مساله الحقيقه غريبه جدا وصعبه جدا. امبارح كمان حصل حاجه غريبه الناس بتتكلم عنها، كان في فطار تواجد فيه السيد وزير الشباب والرياضه، وتواجد فيه السيد النائب احمد دياب رئيس الرابطه، وتواجد فيه ايضا السيد النائب حسام المندوه امين صندوق الزمالك. وبيقول لك ان هم اجتمعوا مع بعض الوزير مع رئيس الرابطه في حضور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك لبحث تطورات